إيه رأيك لو قُلت لك إن مشكلتك مش كسل، وإن مشكلتك دي هي burnout أو احتراق نفسي بس أنت ما اتعلمتش تميّزه إزاي؟ اللحظة اللي فهمت فيها ده بطّلت أجلد نفسي، ويمكن اللحظة دي تكون عشانك أنت كمان. أنا فاكر كويس أوي كنت باصحى من النوم أمسك الموبايل وأحس إن أنا عايز اليوم يخلص بأي شكل، من قبل ما يبدأ حتى. عينيا مفتحة بس ما فيش طاقة، ما فيش خُلق أتعامل مع الناس أصلًا، وبافضل أقول لنفسي أنت كسلان، أنت كسلان، لكن الحقيقة أنا كنت مستنزف. الاحتراق النفسي ده مش دايمًا معناه فوضى وعصبية وخناق، ساعات بيكون هدوء قاتل، قاعد بتبُص على الحيطة، بتتفرّج على التلفزيون وأنت مش شايف إيه اللي بيحصل أصلًا، بس بتمثّل إن أنت كويس. أنت مش كسلان، أنت بس خلّصت كل الطاقة اللي عندك. ابدأ من هنا واعترف بده، واسأل نفسك سؤال ورُد عليه بصراحة. إيه الحاجة اللي أنت محتاج تقللها من حياتك دلوقتي؟ اقعد واكتبها، حاجة واحدة بس حتى لو صغيرة. ادي نفسك 14 يوم على الأقل من غيرها، وبعد 14 يوم شيل حاجة تانية. شوف ساعتها لما تشيلها إحساسك هيكون عامل إزاي كل يوم الصبح.